السلام عليكم. النهارده هنعمل الكشري الاسكندراني، وعملت قبل كده معاكم الكشري المصري. هسيب لكم طريقه التحضير بتاعته في اخر الفيديو. يلا نشوف الطريقه، بس ما تنسوش تحطوا اللايك. يلا نسمي بسم الله. معايا حله على النار فيها 3 معالق زيت كبار، اي نوع زيت موجود عندي. هضيف عليهم بصله وسط كده، مفرومه فرم ناعم. في ناس كتير ما بيحبوش يحطوا بصل للعدس الاصفر، بس بيدي طعم حلو قوي للعدس. اول ما تبتدي كده تدبل معايا، هضيف عليها نص معلقه صغيره من الكمون، ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. بيدي طعم حلو قوي وريحه للكشري. قلب بقى مع بعض، الريحه طالعه تحفه. هضيف عليهم مكعب من المرق، بيدي طعم حلو قوي للكشري. عملت وصفات كتير حلوه وحادقه، عايزاكم تنزلوا صندوق الوصف تشوفوا الطريقه وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. هضيف عليهم معلقتين من الملح صغيرين. قلب بقى مع بعض كده. هكون حاطه العدس على الرز وغسلاهم وحطاهم في مصفى كده يتصفوا. كوبايتين من الرز عليهم كوبايه من العدس الاصفر. هنزل بيهم كده على البصله، واقلب بقى مع بعض كده كويس قوي لحد ما الميه بتاعت الرز والعدس تنشف كده عشان يطلع معايا مفلفل. هنزل عليهم بميه مغليه. الميه تكون معيار الرز، بس انا مش بعمل معيار للعدس، لان لو حطيت ميه للعدس هيبقى معجن ومش هيبقى حلو. فانا بحط الميه بتاعت الرز بس، معيار الرز بس. يا دوب كده بغطي الرز والعدس بالميه، يبقى متغطي كده يا دوب عشان يطلع معايا مفرفر ويطلع طعمه حلو، ميبقاش معجن. هغطيه واسيبه لما يتشرب. اول ما يبتدي يتشرب كده ههدي النار عليه خالص لحد ما يستوي معايا بالشكل ده. هيطلع معايا بقى كده بالشكل ده مفلفل كده وجميل. يلا نغرف. بقى معايا قمر بالشكل ده. سلقت جنبه بيض وشوحته بحتة زبدة كده. ممكن نعمل جنبه صلصة زي بتاعة الكشري المصري، واعمل جنبه بصل. ممكن اعمل جنبه بطاطس مسلوقة صوابع واحط لها توابل ادخلها الفرن. هسيب لكم طريقتها في اخر الفيديو. ممكن اعمل طبق سلطة خضراء. انا عملت جنبه طبق باذنجان وفلفل وطماطم مخلل. الطبق ده بعمله جنب اي اكله بيبقى طعمه تحفه وتتبيلته تحفه. يلا كده ندوق مع بعض. يا ريت لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناه وتعملوا لايك، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. جامد قوي. باي باي.